السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وباحسن الاحوال وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غنحضروا جميع مسمن دايزو الكلام، كيجي خفيف ومورق ما تشبعوش منه. ماشي ولا بدا ديروا الحشوه اللي درت انا، تقدروا تستعملوا اي حشوه كتعجبكم ومولفين عليها. المهم هو العجين، فخليكم معايا لاخر الفيديو باش نشوفوا جميع اسرار نجاح هذا العجين. اكيد منين غتجربوه غيولي هو المعتمد عندكم. الا عجبكم المسمن اليوم وجربتوه خليو لي في التعاليق كيف جاكم، ومرحبا بالناس الجداد اللي عاد انضموا للقناه. ديروا لايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى دائما يوصلكم اي جديد ديالي. بالنسبه للعجينه البنات، هادو هما المقادير بساط ساهلين متوفرين في كل بيت. غتحتاجوا 300 غرام دقيق ابيض عادي ديال الخبز ماشي ديال الحلويات، و200 غرام ديال فينو بحال السميد رقيق بزاف كيكون، وشويه د الملح، ومعلقه صغيره د مايزينا كيف كتشوفوا راه عندي معلقه صغيره بزاف، وراس المعلقه هادي نيت صغيره د الخميره حبيبات، والماء غنحتاجو 250 ملل حتى 300. الماء يكون بارد من الروبيني، وزليفه صغيره د فينو لهذا الشيء. بالنسبه للتوريق زليفه صغيره د فينو، وزليفه نفس زليفه صغيره د زيت نباتيه، وخماره د الحلويات من 108 غرام. وبالنسبه للحشوه كيف قلت لكم تقدروا تستعملوا اي حشوه كتفضلوا متوفره عندكم. انا غنستعمل 4 البصلات موين مقطعين رقاق. انا هنا استعملت الروبو باش قطعتهم باش من نشحر الحشوه ديالي ونجي نعمر المسمن ما يتقبش ليا، تكون الحشوه اش غنقول لكم رطبه وما ما تقطعوش ليا. وحتى خيزو قطعته بنفس الطريقه، استعملت هنايا جوج خيزويات كبار. ولانشون 200 غرام، راه كيتباع لانشون حلال وكيكون لذيذ والملوحه فيه ناقصه، ما كيكونش مالح بزاف. حتى هو غنحك 200 غرام في الحكاكه رقيقه. وغنستعمل فرماج احمر، من الاحسن يكون بحال هذا النوع، ماشي بالضبط هذا النوع، مهم انا غنقول لكم يكون مجموع، لا تكستور ديالو تكون قاطه راسها ما يكونش ميه، باش الحشوه ديالنا ما تجيش ميها. والقزبر المعدنوس يكون ولا بد طري باش يزيد يلذ لينا هذه الحشوه. والهريسه حسب الذوق، انا ما غنستعملش الملحه لحقاش عندي لانشون مالح والهريسه هي مالحه. اول حاجه غنوجد العجين ديالي، غنخلط العناصر كلها، اي دقيق فينو، دقيق الابيض وفينو، الملح، مايزينا، الخميره، ونجمعهم بالماء. هاد المسمن العجينه كيخصها ما تكونش خفيفه بزاف، تكون شويه قاصحه، ونبقاو ندلكوها مزيان مده 10 دقائق. شوفوا معايا ما كملتش 300 ملل د الماء، يعني حسب الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. انا بالنسبه لهاد العجين فضلت نعجنها بيديا باش نتحكم في لا تكستور ديالها باش نعرفها كيفاش ولات. دابا غنعجنها مزيان. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر بزاف جنود الخفاء اللي دلكوها ليا مزيان. السيده اللي عندي الله يكثر خيرها، حيت انا ما شكيت عليكم، واحد كتفي كيعطيني نحرق بزاف الا كثرت عليه. مهم شوفوا معايا كيفاش ولات عندنا العجينه. كتولي مدلوكه مزيان وخفيفه. انا غندهنها بشويه ديال الزيت كلها، ونغطيها بالسلوفان وما نخلي حتى بلايصه كتبان، يعني السلوفان نغلفها به مزيان ونخليها في الثلاجه ترتاح. ندوزو دابا نوجدوا الحشوه. في مقيله غندير البصله وخيزو وجوج معالق زيت نباتيه ونغطي عليهم حتى تبان لي هاد البصله وخيزو. وهنا العافيه تكون مجهده باش ما يطلقوش ليا الماء. وغنضيف من بعد الفرماج والهريسه حسب الذوق، ونخلط مزيان هاد العناصر ديالي باش يذوب لي الفرماج وينسجموا ليا كلهم صافي. وغنطفي البوطه. راه هاد الحشوه دغيا كتوجد معكم كيف كتشوفوا، ونضيف لها لانشون محكوك والقزبر ومعدنوس في التالي. ونخلي الحشوه ديالي على جنب حتى تبرد. انا عاده العجين كنعجنو في الصباح وكنديرو في الثلاجه، وهاد الحشوه تاعي كنوجدها معاه في نفس الوقت ونخليهم حتى العشيه ملي كتقرب الوقيته د البودي. عاد كنوجد المسمنات ديالي
وديك الساعه مع بريري داتها كيجيو هما سخانين وزوينين. غناخذ الزيت اللي غنورق به المسمن ونزيد عليه خماره ونخلطهم مزيان حتى تذوب ليا هاد الخماره. غنخرج العجين ديالي من الثلاجه باش نشكلو كويرات. قبل ما نشكلو غنخليه واحد 5 حتى ل 10 دقائق يرتاح ياخذ ليا حراره المطبخ، حيت دابا كاين الجو بارد. ولكن الا كان الصيف والجو حار من الثلاجه كتخرجوا كتشكلوا نيشان الكويرات ديالكم. غنشكلهم كلهم صغيورين حيت غندير وحده في قلب وحده. ومني غنكملهم كلهم غنغطيهم وغنبدا ناخذ وحيده بوحيده. انا كنقرص وانا كنورق في هاد المسيمنات وكندهن بهذيك الزيت اللي مع الخماره. شوفوا معايا راه كيطلق بالزربه لحقاش العجين ديجا عندنا ارتاح مزيان. وغنبدا نفرق في هاد الحشوه ديالي. المهم قبل ما كنفرق الحشوه كنرش شويه ديال الفينو عاد كندير هاد الحشوه. وانتم عندكم ميزانكم اللي بانت لكم شي بليصه مازال ما فيهاش الحشوه كتعاودوا تقادوها. وشوفوا معايا انا كيفاش غادي نطويه. غنطويه هكا ونعاود من التحت عاود. راه الفيديو غيبين لكم الشكل كيفاش. بهذه الطريقه الا تبعتوا هاد الطويه ديالي ان شاء الله اكيد غادي ينجح معكم هذا المسمن ومستحيل تخرج لكم الحشوه، غتجيكم هي هذه. شوفوا معايا غنعاود نقادم معكم مسمنه واحده اخرى. راه دغيا كيوجد هذا المسمن حيت العجينه ارتاحت مزيان وطلقت لينا وكتورق بسهوله. وانتم كتعمروا في المسمن وعينكم ميزانكم. الا بانت لكم شي بليصه خاويه من الحشوه غتعمروها عاوتاني وكتبقاو بحال هكا حتى كتكملوا الكويرات اللي عندكم كلهم والحشوه. الا جربتوا هاد الطويه ديال المسمن اكيد غتولي معتمده عندكم وغتعجبكم. وخليوها لي ان شاء الله في التعاليق وقولوا لي كيفاش جاتكم ياك. في هاد الوقيته كنسخن المقله ديالي مزيان ومن بعد كنقص العافيه نخليها مهيله باش يطيب ليا المسمن على خاطرو يطيب حتى من الداخل. شوفوا معايا المقله ديالي كبيره وما كتلصقش وثقيله كتبرد القلب. كتقرصوا المسمن ديالكم ولكن ماشي بزاف، طلقوه غير شويه باش يجيكم فش ورطب. انا غنطيبو بلا زيت بلا والو، غير بديك الزويته اللي كنت باش ورقته. وتبقاو تقلبوا فيه حتى يطيب مزيان وحتى من الجنيبات. هذيك الخماره اللي خلطت بها الزيت هي اللي كتخليه يجي مهوي وخفيف من الداخل. وصلنا لنهايه الفيديو. شوفوا معايا المسمنات ديالي كيفاش جاو كيشهيو وكيعطيو كميه كبيره وكيجيو خفاف. انا غنحل معكم وحيده وتشوفوها ان شاء الله من الداخل كيجي مورق وخفيف ولذيذ. انا بعدا هذا المسمن ما تيخطانيش في الدار. تقدروا تنوعوا في الحشوات كيف بغيتوا. المهم غير العجين والطريقه اللي تبعتوها ان شاء الله راه غادي تنجح معكم من المره الاولى. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش كيف ما ديما كيف ما موالفين دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. وبصحه والراحه الى فيديو قادم باذن الله. خليتكم على خير.